من أسوأ النصايح اللي ممكن حد ينصحك بيها إنك تسيب الشقة فاضية نهائيا. تشيل الكهرباء، تشيل الغاز، تشيل الحمامات، تشيل المطبخ، حتى الحيطان. ده في ناس بتقلع السيراميك. دي من أسوأ النصايح اللي ممكن تقع فيها. ليه؟ أول حاجة، هي من حقها ترجع ليك بدعوى اسمها تهيئة مسكن الحضانة، والمحكمة هتلزمك بتهيئة مسكن الحضانة، وهينزل خبير ويهيأ. كمان ممكن تلزمك بمبلغ مالي تهيأ بيه. طيب ايه تاني؟ ممكن تعمل لك إتلاف وتنزل عليك جنحة. طيب ايه تالت؟ ممكن ساعتها ما تتمكنش ونلغي التمكين ونرفض التمكين ونرجع عليك بالبديل النقدي. ولو انت جيت تقول ما هي اتمكنت خلاص ونزل لها قرار تمكين، ساعتها انا هدخل واقول ان المسكن كان غير صالح اللي هي تقعد فيه، بسبب ان حضرتك ايه؟ ضريت بالمنزل، بهدلته. ساعتها القاضي ممكن يحكم لنا بالبديل النقدي، والتمكين يبقى ولا ليه أي 60 لازمة. فعشان كده قبل ما حد ينصحك بالنصيحة دي فكر فيها كويس، عشان ممكن تبقى عواقبها أكتر بكتير من إنك تحتفظ بالشقة.